رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على إنبي في الدوري المصري، وبيشتم مدرب الزمالك وبيقول جاي ياكل عيش. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز والحفاظ على صدارة الدوري المصري والوصول إلى النقطة 56 وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال: ايه اللي الأهلي بيعمله ده؟ والله الأهلي بيقدم إمتاع وإبداع. اللي فاهم كويس كورة يشوف الشغل اللي بتعمله لعيبة الأهلي على أرض الملعب، وهيعرفوا قد إيه كمية الأفكار اللي بيقدمها مارسيل كولر مع لعيبة الأهلي. بصراحة الأهلي بقى فريق مرعب في الدوري المصري وفي دوري أبطال أفريقيا، وبدليل تصدره الدوري بفارق 4 نقاط، وفاضله أكتر من مباراة مؤجلة ووصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وبيفوز على الترجي رايح جاي، وبيلعب في تونس كأنه بيلعب في مصر. بصراحة الشغل اللي مارسيل كولر بيعمله عاجبني قوي، مش زي الكفتاجي اللي جايبه مرتضى منصور للزمالك، وكل ماتش يا نخسر يا نتعادل وبنفوز على الفرق الضعيفة بس. والله أنا قلت أول ما المدرب ده جه الزمالك إنه جاي ياكل عيش ومالوش في التدريب وهيمشي من الزمالك قريب، لأن ما عندوش فكرة وبيخترع في التشكيل وبيحط المدافع مكان نص الملعب، والعكس أنا مش عارف إيه الهبد اللي بيهبده ده. وإن شاء الله الأهلي هيفوز على الوداد المغربي لأنه أصبح فريق قوي جدا، وكولر محفظ اللعيبة كويس وبينفذوا كلامه. هو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على إنبي. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة ليصلك منا كل جديد.